طيب احنا معانا اتصال تاني، تعالوا ناخده ونرجع بقى يعني ندخل في الموضوع. الو. الو. ايوه. سمية ايمن صح كده؟ ايوه، ممكن تعرفينا بيكي؟ منال الشافعي. اهلا يا منال، ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، انا اول مره اكلمك. ده والله بس شرف ليا. بقالي بس بقالي كتير قوي متابعاكي. امم. واكشلي يعني حتى باخد اجازتي روتيشن باخدها. بخلي يوم الثلاث مثبتاه عشان اسمع البرنامج. لان انا مش بيبقى معايا الموبايل، فمش بعرف اسمعه في الشغل يعني. يا الله، ده والله يعني انا مش عارفه اقول ايه بعد الكلام ده. يعني بصي، انا لو هفضل اكمل البرنامج ده عشانك بس، والله هعمل كده بجد. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليكي وربنا يوفقك ويعني كل حاجة حلوة إن شاء الله. يا رب. أنا بس كان ليا تعليق على أول الحلقة على موضوع إن قرار إن أنت تبعدي عن الحد امم. والأكسبتنس بإرادة ربنا. وطبعا طبعا طبعا رضا ربنا كده كده، لو العلاقة حرام أو العلاقة فيها شبهة، حتى شبهة مجرد شبهة، فيعني احنا المفروض ما ندخلش فيها. مظبوط. دي حقيقة. بس في الاخر وفي الاول احنا بشر، دي ممكن حقيقة. غصب عننا نروح في حاجة احنا مش صح، ودي طبيعة البشر. ولولا كده ما كانش ربنا خلقنا بالطبيعة دي جوانا عشان نرجع نتوب ونستغفر لكن انا عن تجربتي الشخصية، انا كنت في علاقة اوكي. من ممكن دي مش اول علاقة، مش الحب الاول، لكن هي اللي سابت فينجر برينت فعلا، بصمة اوكي في حياتي. استمرت 20 سنة، أخدت كل المراحل اللي ممكن تاخدها أي علاقة، من صحاب لأصدقاء قوي في الآخر خالص يمكن صرحنا شوية، لكن من 20 سنة بس الفراق 14 سنة. حاولت اكسبت كل حاجه، وانا اكسبت طبعا لان ده قدر في الاخر وفي الاول، فانا كده كده اكسبت ليه. لكن مش بمزاج البني ادم ان هو يموف اون عن حاجه سابت جواه حاجه كبيره قوي. عندك حق جدا. يعني لما تكون كمان هيستوري او في بصمه، لا صعب. وتكون انت كمان اكسبت ليه الموضوع ما كملش، او ليه الشخص ده انت اكسبت حتى الديفوهات بتاعته، اكسبت كل حاجة. فهو تحول من مجرد فكرة حبيب او مجرد فكرة شريك حياة لسول ميت. يا الله. رفيق روحك. يس، انت مش عايزاه بس في حياتك عشان يبقى بارتنر، عشان يبقى يكمل الحياة، لكن عايزاه بيك بون، مجرد موجود. مجرد وجوده بيحسسك بالأمان. بالظبط، بالأمان وبالراحة، وبإن في حد you can talk with him from soul to soul. يعني انت مش محتاجة تفكي، مش محتاجة أصلا تتكلمي. ساعات ممكن تقعدوا ساكتين وما بتتكلموش، بس انتوا فاهمين بعض، فاهمين نظرة بعض. دي حقيقة. طبعا يعني ما انصحش حد ان هو يخش في حاجة زي كده، ده تضييع وقت. بس انا حاولت كتير قوي موف اون خلال 14 سنة. كنت هتجوز كمان، والحمد لله اني ما عملتش كده. ما اقدرش اكون خاينة حتى بمشاعر. ايوه. بس still I have a good feelings. حتى لما بشوف في اي حتة اي حاجة دي ما بتبقاش عندي negative feelings خالص. هي الفكرة بس المهم ان الناس تعرفها. حلو ان يبقى في حياتنا حد بنحبه قوي كده، ودي يعني حاجة remarkable قوي. بس المهم ما تبوظش حياتنا قدام ولا الحالية. يعني ما نبقاش عايشين على الذكرى دي وموقفين عملنا بلوك عن كل حاجة في حياتنا. عندك حق، دي حقيقة. دي حقيقة. أنا والله بشكرك جدا، وشكرا إن أنت يعني حاسة بالأمان ده، وعشان شاركتي معايا. والله ده فعلا دي حاجة بسطتني جدا، وأتمنى فعلا يا رب إن أنت تقدري تموف اون، حتى لو ده لسه هياخد حبة. وعلى فكرة أي شعور أنت بتحسيه بوزيتيف اقبليه، لأنه ده طبيعي زي ما أنت قلتي، إحنا بشر. وحتى لو احنا غلطنا، ودي حاجة أنا محتاجة برضو أصراحة الناس، طبعا لو غلط مفيش أي مشكلة، بس الفكرة لو عندك المقدرة أنك ترجع في الغلط ده وتتوب، أكيد تعمل كده. فأنا بشكرك جدا والله، وكل مشاعرك is very valid، وأنا عارفة قد إيه موضوع صعب جدا، وأنا والله يعني هدعيلك أصلا فبجد وهدعيلك جدا.
وبقول لك انه بجد انا شايفاكي كشخص بطل جدا، ان انت بقالك الفتره دي كلها حاسه بالمشاعر دي وبتحاولي تقاوميها، فانت بجد يعني فعلا دي معركه خفيه، وانا فخوره بيكي بجد. شكرا جدا واتمنى ليكي التوفيق. شكرا ليكي، شكرا ليكي. طيب انا من بعد المكالمه دي مش هقدر اكمل بصراحه. تعالوا بس نروح لفاصل استريح كده واقدر يعني اكمل معاكم.